يوم السبت اللي فات عملنا مع بعض الويبينار التشخيصي بعنوان 7 علامات تدل على إنك في حرب. وأعتقد أنت شفت الصدمة وأنت بتعمل الاختبار بنفسكم، وشفتوا إزاي الوعي لما بينور فجأة كده بيخلينا نقف مذهولين قدام حقيقة نفسنا. بعد الويبينار جات لي مسجات على البرايفت، رسائل كلها بتدور حوالين نفس المعنى، اللي هو يا حبيبة أنا اكتشفت إن أنا فعلا في حرب. طيب ماشي، أنا شفت الدروع اللي أنا لابساها وعرفت إن الصوت ده حرفيا بيسرق عمري. طب أنا عايزة أشترك في الكورس وعايزة أتغير، ولكن يا حبيبة أنا من جوايا مرعوبة. أنا خايفة أفتح أبواب مقفولة بقالها سنين، مش ممكن ما أكونش عارفة إن أنا أقفلها تاني. خايفة أفتح على نفسي مواجع قديمة وانهار، وخايفة أبدأ الرحلة دي وما أقدرش إن أنا أكملها وأفشل زي كل مرة. فلو انت بتسمعيني دلوقتي والإحساس ده هو اللي مأخرك وخليكي مترددة إنك تاخدي الخطوة وتدخلي رحلة المصالحة معانا، فأنا مش جاية النهاردة أشرح لك نظريات علمية ولا جاية أكلمك حتى كمتخصصة. أنا جاية النهاردة أطبطب عليكي، أنا جاية أقعد جنبك كده وأقول لك أنا حاسة بيكي ومقدرة رعبك ده، لأن أنا كنت في يوم من الأيام زيك. الخوف اللي انت حاسة بيه دلوقتي مش معناه إنك ضعيفة، الخوف ده هو أكبر دليل إنك ماشية صح، وإنك أخيرا حطيتي إيدك على الجرح الحقيقي. فالنهاردة هنقعد سوا كده نفكك الخوف ده ونعرف إزاي ندخل جوه الجرح من غير ما ننزف. هو في الأول أصلا ليه في ناس كتيرة قوي بتخاف من التعب؟ ليه في ناس كتيرة بتخاف من المواجهة؟ وده لأن الناقد الداخلي اللي عايش جوانا بقاله سنين، واللي اتكلمنا عنه طول الأيام اللي فاتت، هو دلوقتي بدأ يحس بالخطر. الناقد ده عامل زي الحارس الشخصي بتاعك كده، اللي متبرمج انه يحميكي عن طريق انه يخليكي منكمشة كده كاشة في نفسك وخايفة. فلما الحارس ده لقاكي بدأتي تفوقي لنفسك وتدوري على حلول بجد وتفكري تدخلي رحلة تنظف الأساسات دي، الحارس ده طبيعي جدا ان هو يترعب، طبيعي جدا ان هو يخاف. فقرر يستخدم معاكي آخر وأقوى كارت ممكن يلعب بيه دايما، هو كارت الخوف من الألم. فبدأ يقولك طب ما تخلينا كده أحسن، ما هو احنا عايشين ومستحملين والدنيا تمام ومبسوطين وكل حاجة تمام. لو فتحتي الصندوق الأسود ده هتتعبي قوي، فاستخبي جوه الدرع بتاعك أحسن ما تطلعي للنور وتتحرقي. احنا بنخاف من المواجهة لأننا متعلمين إن أصلا كلمة مواجهة معناها خناق. متخيلين كده إن احنا هندخل كورس بقى نخانق بعضنا ونخانق مع نفسنا ونعاقبها ونفتح جروحنا بكده بمشرط من غير ما نحط له بنج الأول. ولكن في فلسفة رحلة المصالحة أنا خليت المواجهة مش معناها خناق، المواجهة معناها احتضان. احنا مش بنفتح الوجع علشان نعذبك، ولا علشان نخليكي تعيطي وتنهاري من غير ما نعرف نلملك الجرح. تخيلي كده انت عندك جرح عميق جدا، متغطي، عاملاله ضمادة كده بقالها سنين. الضمادة دي شكلها من بره سليم والدنيا تمام، ولكن الجرح من جوه لسه ستيل برضه بياكل في جسمك ومسبب لك تعب مزمن. هل الصح بقى إننا نسيب الضمادة دي علشان ما نشوفش المنظر؟ أكيد لأ. ففي الرحلة دي إحنا بنشيل الضمادة دي بمنتهى الحنان، مش عشان نتوجع، بس علشان الجرح محتاج يتهوى شوية، محتاج يرجع يتطهر تاني بنور الوعي علشان يقفل على نظافة وما يرجعش ينزف معاكي تاني مع أي موقف صغير في حياتك. أنا متفهمة جدا فكرة أنا خايفة ما أقدرش أتحمل المشاعر دي حبيبة اللي هتطلع. بس أنا عايزاكي تطمني لحاجة مهمة جدا، إن الكورس مش معمول علشان يرميكي في البحر بتاع المشاعر ويقولك عمي لوحدك. لأ، أنا صممت رحلة المصالحة وبنيتها طوبة طوبة على أساس علمي اسمه التروما انفورمد كير، أو الرعاية الواعية بالصدمات. يعني إيه يا حبيبة؟ يعني مفيش معلومة قوية هتتقلك أو تمرين هنعمله إلا ومتبوع بنظام أمان علشان يهدي جهازك العصبي. وعلشان كده أنا خليت الكورس مسجل. هتقولي لي يا حبيبة ليه مسجل مش لايف؟ علشان تكوني انت اللي تتحكمي في السرعة أو الوتيرة. فلو بتسمعي محاضرة وحسيتي إن الكلام لمس حتة بتوجع أوي جواكي، تقدري ببساطة إنك توقفي الفيديو في أي وقت وتريحي يوم أو يومين وترجعي تكملي تاني لما تحسي إنك جاهزة. أصل محدش هيجري وراكي يعني.
مفيش ضغط إنِك لازم تواجبي بقى المجموعة ودول خلصوا 5 وأنتِ خلصتِ 1. لأ، هي رحلتِك أنتِ، بمساحتِك أنتِ، بسرعتِك أنتِ. وكمان الكورس هيكون موجود فيه تأملات وموسيقى وحاجات كده آخر لذاذة. ممكن ما أكونش أنا اللي هاقدر إن أنا أعملها بس هاجيب لكم حاجات أنا already مجرباها، أو الsomatic tracking و الحاجات دي علشان معمولة مخصوص علشان أنتِ لمّا تحسّي إن في مشاعر تقيلة طلعت جواكِ ومخوّفاكِ، تشغّلي التسجيل وتسمعي وتتمزّجي حرفيًا علشان هيخلّيكِ تتصلي بجسمِك بكل هدوء. فالتسجيلات دي بتكون زي طوق النجاة كده اللي بيطفئ إنذار الخطر جوّه دماغِك ويقول لِك لأ، إحنا في أمان، علشان يهدّي جهازِك العصبي. لأ، إحنا في أمان، إحنا بننضّف بس. فأنتِ مش هتمشي لوحدِك في الضلمة، أنا مدياكِ كشاف ومدياكِ خريطة وكمان ماسكة بإيدِك خطوة، خطوة. فعايزاكِ ترتاحي في مكانِك دلوقتي وحاولي ترخّي ضهرِك تمامًا، واسمحي لنفسِك تاخدي استراحة من التفكير والخوف ده، وحُطّي إيدِك على قلبِك كده واسألي نفسِك بهدوء، هل الخوف اللي أنا حاسة بيه دلوقتي من التغيير هو خوف من خطر حقيقي والّا خوف من المجهول؟ لإن الناقد الداخلي دايمًا بيزرع فينا وَهْم الخطر. بيحسسنا دايمًا إننا لو اتخلّينا عن درع الإرضاء أو الهجوم هنموت، ولو اتخلّينا عن درع المثالية والكمال هنضيع. ولكن الحقيقة إن الألم اللي أنتِ عايشاه دلوقتي وأنتِ لابسة الدروع دي هو أقسى بكتير من ألم التعافي اللي ممكن تتعرّضي له. على الأقل ألم التعافي هياخدِك لمكان فيه نور وسلام، ولكن ألم الهروب هيفضل ياكل في روحِك كل يوم وأنتِ مش واخدة بالِك، لحد ما روحِك كلّها تنطفي. فقولي لنفسِك كده، أنا خايفة، بس أنا هاسمح لنفسي إني أجرّب طرق جديدة، أنا أستحق إني أعيش من غير حرب. الخوف عمره ما هيختفي علشان تبدئي، فإحنا محتاجين ناخد الخوف ده في إيدينا ونبدأ بيه، لإن الشجاعة مش إنِّك ما تخافيش، الشجاعة إنِّك تكوني خايفة ومرعوبة ولكن برضه تاخدي الخطوة علشان أنتِ عارفة إنِّك تستحقي حياة أحسن. عشان كده لو أنتِ لسه خايفة، فالخوف ده بالضبط السبب اللي مخلّيكِ ممكن تشتركي النهارده قبل بُكرة وتدخلي معانا الرحلة. أنا عارفة إنِّك ممكن تكوني محتاجة المساحة دي، ومحتاجة الشغل اللي إحنا هنعمله، محتاجة المحاضرات اللي هتفضل دايمًا معاكِ، علشان تفرّقي ما بين الخطر الحقيقي، ما بين وَهْم الخطر اللي جواكِ. فبُكرة بالليل الجمعة 22 مايو بإذن الرحمن هو آخر يوم لخصم الحجز المبكر. الكورس متاح دلوقتي ب1800 جنيه مصري، وبكرة بالليل هيرجع لسعره الأساسي 2500. ولأننا عارفين إن أحيانا العائق المادي بيكون جزء من الخوف والتردد، احنا وفرنا لكم إمكانية إنك تدفعي المبلغ على قسطين عشان ما يبقاش في أي حجة أو ضغط يمنعك إنك تختاري نفسك المرة دي. التسجيل بمنتهى السهولة، اللينك موجود تحت الفيديو في صندوق الوصف، بمجرد بس ما تضغطي عليه هيفتح لك شات الواتساب بتاع الأكاديمية. بعتلنا مسج وهنأكد حجزك على طول ونطمنك ونديكي كل التفاصيل ونمشي معاكي خطوة بخطوة في الاشتراك. وطبعا يوم السبت يوم 23 مايو هتبدأ الرحلة بتاعتنا رسميا مع أول محاضرة هتتفتح وأول خطوة في طريق المصالحة هتبدأ. فلو فضلتي خايفة هتفضلي في مكانك والوجع هيفضل في مكانه. فأنا عايزاكي تختاري الأمان اللي في المواجهة أحسن من الرعب اللي في الهروب. كلمينا على الواتساب دلوقتي وصدقيني انتي أقوى من أي خوف بكتير جدا جدا جدا. وأشوفك يوم السبت في أول محاضرة جوه الكورس، وخليكي حنينة على نفسك.